عسلامة حبوبات قلبي، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. توحشكم برشا برشا برشا. واليوم رجعت لكم في الفيديو اللي وعدتكم به. حبوبات قلبي باش نسجل الصوت فوق الفيديو هذاك على خاطر الفيديو هذا مصورته من اول الشهر بعد ما عملنا التخطيط نتاع الشهر نتاعنا. قلت لكم راني باش نشري الحاجات الجرو هذوكم في اول الشهر، ديجا خديتهم وشوفوهم معايا. ما واتيتش باش نهبطوا قبل على خاطر كيما شفتوا تقريبا من اللي رجعت واني بارتاجي معاكم في فيديوهات التنظيف ولا خاطر وقتهم توا يشجعوكم تصور اكثر. فهذا الجزء الاول، خاطر شريت الجزء الثاني نورمالمون نتاع بقيه مشتريات رمضان اللي هما المشتريات الجويده اللي قلت لكم عليها في فيديو التخطيط. ديجا صورتها معاكم وصورت لكم الجوله نتاع المشتريات نتاعها. اما اليوم باش نشوفوا مع بعضنا جوله في مغازه العطار، اسمها هكا العطار. فيها برشا حاجات ما تلقاوهمش في اي مغازه اخرى. فيها برشا حاجات ما عارش اني حس حليب الغولة تنجم تلقاه فيه تلمون. في برشا حاجات وبرشا ارتيكلوات متاع تونس ولا متاع البرا، فاللي تستحق الكل نورمالمون تلقاه فيه. فباش نعملوا مع بعضنا جولة وتشوفوا شنو فيه وشنو ما فيش، ومن بعد نتعدى ونشوفوا المشتريات متاعنا. باهي عنا لهنا اول بارتي. بون هو في برشا حاجات، انا حاولت ناخذ لكم الحاجات الاساسيه واللي ما تلقاوهاش. ديجا حبيت نوريكم، تلقى فيه البسايس بانواعها، الدرع بانواعه، كل الحاجات هذه المرحيه الكل تلقاها موجوده عنده. بسيسه زقوقو، بسيسه نافس، بسيسه سحليه، ما نعرفش برشا انواع. ولهنا تلقاو الحاجات الاعشاب الكل، فيه السدر، العرعار، الكليل، الزعتر. حاولت نصور لكم معناتها الحاجات هذوكم. فما الشيح، فما ورق الغار، فما ذيك صمغ عربي ولا شنو، سكنجبير، حتى فول الصويا كان تسمعوا به، يعني ديما نسمع به اول مره نشوفوا هذاك فول الصويا. الترمس، شو اسمه، ورق السدر قلت لكم عليه. حسيلو برشا 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 بقول، برشا اعشاب ممكن اول مره راها ريتها عنده. فعنده برشا حاجات ممكن تلوجوا عليها ولا تحبوا تلوجوا عليها وتحبوا تعرفوا وين تلقاوها، راهو عنده منها الحاجات هذه الكل. فاني من الحاجات اللي قعدت هكا مركزه معاها الفول الصويا والترمس. باهي عندك لهنا السوسات بانواعها، المايونيز بانواعه، ماركات البرة معناتها ماركات الخارج ولا ماركات تونس. ميزا بار نحكيو على مثلا بابي الومنيوم، السلوفان، الحاجات هذوكم المواد الغذائيه الكل موجوده ما شاء الله. عنده برشا حاجات. النسكافيه، سالتوني زاده مره على النسكافيه هذيك الكابوتشينو اللي تراوها عندي، عنده منها يظهر لي بريم تاعها 19 دينار. هاكم تشوفوا معناتها المعلبات الكل موجوده. سألتوني زاد قبل على دبس الرومان، عنده منهما هو نفس الماركة اللي عندي ب 14 دينار الدبوزة هذيك. التون هنا ورق العنب زاد السوري حاضر معناتها محطوط وحاضر معلب، جست اللي يحب مثلا يذوق ولا حاجة تلقاوها. الفول المدمس زاد اخواننا السوريين والمشارقة، الحاجات هذوكم الكل متاعهم. فما اخر هكا قلت لهني في البارتي هذه. فما زاد مواد التنظيف تلقاو عندهم برشا شوا وبرشا حاجات. لهنا هذه السكر هكا بديل السكر، وفما برشا انواع حبيت السكر هذوما ما نعرفش شنو هما. حسيلو حاجات ساعات اول مره نراها، يعني الحقيقه الحاجات اللي نعرفوهم الكلنا كما هذوما الفاصوليا معناتها اللوبيا والحمص والحاجات هذوما كل موجودين. اي البابونج زاده تلقاوها في البارتي نتاع الاعشاب. شنو اخر الحاجات الستاندار ما ركزتش معاها برشا، ما حبيت نوريكم الحاجات اللي ماهيش موجوده ديما ولا روحه ديما. فما جبنه بوك هذيك، هلا محل جبنه بوك هذيك ساعات الراها معناتها في بلايص اخرين. ريتها زاده في بني غلين اللي حل في سوسه، زاده ريتها عنده. والقشطه ما ريتش عنده القشطه، ريت عنده جبن هذاك الجبن هذاك السايح، واما ما ريتش عنده القشطه. فما حكه قشطه معناتها الحقيقه نتفرج على فيديوهات المشارقه وكل ديما يقولوا قشطه قشطه قشطه، نبقى مستغربه ماهيش هي نفسها شو اسمه الكريم ليكيد هذيك، ولا الكريم اللي نشريوها احنا في حكوك، نسيت اسمها ضاع من بالي تو.
القشطه اللي نقول عليها احنا هكل تبدا في حكه، هذيك مش هي نفسها القشطه نتاعهم هما. ف كاو ولهنا البارتي نتاع المنظفات والحاجات هذوما الكل. حبيت نعمل بكم دوره باش تاخذوا الفكره. اللي من سوسه راهو موجود في طريق بوحسينه، في بوحسينه، هو في الطريق اللي يهز نورمالمون رومبوال الغزالي. فهذا هو. طبعا نخليكم مع المشتريات، نشوفوا مع بعضنا المشتريات، وان شاء الله استناوني في فيديو جاي. رجعت لكم البنات، هاني توا وصلت للدار. وصلت بكري شويه. هذوما الحاجات اللي خديتهم. نورمالمون حطيت العشاء نتاعي يطيب والمعون مغسول، وقلت خلينا نصور لكم المشتريات اللي خديتهم. هما ما همش برشا، اما حسيتهم غاليين شويه. مش غاليين هما، هذاك هو سومه مع خاطر ديجا خديت دي كونتيتي. وكما قلت لكم هذا هو برسك الحل اللي لقيته، اني ناخذ كونتيتي تشدني مديده معناتها. خديت الجبن هذايا، لقيت هذايا فرومي فيه برومو. مش فيه برومو، هو رخيص شويه، راهو جبن ماهوش مستحضر غذائي. السوم تاعو 12,000 حاجه كيف من هكا. خديت الزيت جديده ديجا حليتها، طيبت منها العشاء خاطر ما بقاليش. ف هذه ب27 دينار و500 من خديتها من الحانوت، مش من العطاره. خديتها من الحانوت، ما نعرفش كان صورت فيش ما صورتش فيه الحانوت. طونتوليكا هذا هو وتلقاوه راهو على الفيسبوك. الحانوت عنده باج فيسبوك، كان تحبوا تدخلوا له ديما شوفوا الاسواق، راهو يهبط ساعات بروموات وكل. هو ماهوش كبير راهو، اما يعمل بروموات. خديت التون هذه البحور ماهيش خايبه، جربتها قبل حكه صغيره. السوم نتاعها يظهر لي ب18 دينار. فيها نورمالمون كيلو، نورمالمون فيها كيلو مش مكتوب، اما نورمالمون هاي 950 غرام. ففيها كيلو. هاكا تشدني رمضان وبالكدا معناتها تكفي وتوفي انه فكرتو. يمكن حتى تشدني بعد رمضان، يعني الحقيقه مانيش نحلها تو، باش نحلها في رمضان. ب18 دينار خير برشا من هكا الحكه الصغيره هذيك اللي فيها 400 غرام وبسبب 9000. كان عملوا فيها برومو يتسمى بالكدا تولي ب9000، تولي ب8000. فهاكا هذه بريسك دوبل وسومها مرتقط. واخذيت من حكه الشاميه. الحقيقه اني الشاميه نحبها برشا 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 برشا. سورتو مع الدرع في رمضان، مع البسيسه زاده نحطها. باش نعمل زاده رفيس للصغار بنحط منها. معناتها نحبها، يعني البسيسه والصغار يحبوها برشا. الشاميه سامحوني، هي نورمالمون بجلجلين. راهو الشاميه كي تجي تشوف راهو تلقاو فيها طحين الجلجلين، فنتصور فيها شويه منفعه. صحيح هي حلوه، لما حالة توا الشاميه لاحظت انه نقصوا فيها برشا في الحلاوه. طون ميو معناتها جات فرصه انه السكر ماهوش موجود. كانت لاحظوا البسكوي والحاجات هذوك نقصوا. البسكوي مش برشا، ما جربتش برشا معناتها ما ذقتش. اما الشاميه الحقيقه خاطر نستعمل فيها حسيتها نقصت في الحلاوه. خديت هذه يعني لا رميتو الباكو. المهم فحسيت حلاوتها طاحت معناتها. طومي هو خير. خديت هذه 2 كيلو ونص ب24 دينار. 2 كيلو بريسكو نص ب24 دينار يظهر لي، ولا ب22. المهم هاكا تشدني رمضان، وحتى توا باش نحلها باش نعمل بها الفيس تونسي ان شاء الله. توا نصور معاكم. باش نحاول نعمله بطريقه صحيه. سينو خديت من عندهم هذايا. تعرفوا من اللي خديت ماكينة المعون عندي توا عامين بريسك 3 سنين. من اللي خديت الماكينه واني لوجع عليا خاطر كي خديت الماكينه عطاوني بواتيه هكا صغيره. هذه تلمون مستحفظه بالباكو باش نلوج عليه معناتها. عطاوني معاها هذيا. استحفظت بالباكو حاجتي باش ناخذ كيفه، على خاطر هو فيه 3 كعبات. كي استعملته راهو فيه ريحه بنينه 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 بنينه، وريحه القارص، وينظف بالكدا. وداير الماركه نتاع الماكينه نتاعي عندي زيت من الحاجات اللي ريكوموندي باش نستعملوا فيها فيري.
فقعدت نلوج عليه برشا ما لقيتوش، ديما نلقى فينيش نلقى ماركات اخرين، اما فيري ما لقيتوش اول مره نلقاه، ولقيت باكو واحد ديجا عندهم هما، ما تصورش قداش فرحتي بالدنيا، تقول عليه درش لقيت عندهم. ففرحت برشا 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 بهذا فيري، وماهوش غالي راهو، هذه ب16 دينار، لقيتها عندهم ب14 دينار. فبريسك هو فينش كيف فينش ب 15 الباكو نتاعو. وهذا هات نوريكم الباكو نتاعو من فابورتوك باش تشوفوه معناتها اللي يحب معناتها ياخذ. شوفوا فيه الزيت وفيه فيه الملمع وفيه الزيت هذاك اللي يعملوه وينظف الماكينه وميم طون، وفيه البرودوي ترميها كيف ما هي الكعبه هذه تذوب وراها مريقله. ديجا استعملتها في الماكينه، تو بعد كان لقيت وقت في الفيديو معناتها تو نوريكم الماعون كيفاش خرج، وراني حطيته الماعون لا نحيت منه الوسخ لا نحيت منه حتى شيء، حطيته كيف ما هو في الماكينه. وهاتو نوريكم البريونس كيفاش طلع. الحقيقه مساسه كي نستعمل فينش كي نحطه بالطريقه هذيك يطلع لي مشبب، ما يطلعليش نظيف برشا. فتقولي حتى عندي صحن حطيت فيه زيت للصغار وزيت وشاميه يحبوها برشا، حطيته كيف ما هو وفيه شويه زيت، حطيته قلت خاطر ارتاح برشا من كنت نقضي الكل، فبخلت حطيته كيف ما هو ما نحيتش منه، قلت هذا واش يطلعني مزيت. اما ما شاء الله تو نوريكم من بعد كيفاش طلع. وخذيت للكاريه ركزت على البقول، اخذيت جلجلان باش نعملو في الرقيق التونسي. هذه حاجه من الحاجات زاده اللي كنت نلوج عليها برشا ولقيتها عندهم، اللي هو الترمس يعملوا بيه برشا وصفات سورتو ماسكات، وفي مصر ياكلوه معناتها يعملوه كيما نقولوا احنا الفول مدمس مثلا اللي يتباع عنا نحن مش نتاعهم هما اللي يتباع هذاك، ولا الحمص ولا حمص اللي يعملوه في الماء وكل. فيطيبوه الحقيقه حبيت نجربه، وفما وصفات زادها مستحقه فيهم هذايا تلمو لوجت عليه عندي برشا، نسيت اصلا شنو هما الماسكات ونرجع لو شنو. اما فيه برشا فوائد، هذايا الكل بروتين. ادخلوا لوجوا عليه الترمس هذايا. خذيت شو اسمه زوزه زاده باش نحطها لهم في الرفيس، ومش باش نعمل برشا، ممكن نعمل كيلو سميد. وخذيت الحقيقه الزبيب كلاوها في الكرهبه، حلوها وكلاوها، فلا المستعان تو نعاود ناخذ مش مشكله ياكلوه راهو صحي الزبيب. حتى اعطيوه هكا كان صغاركم يحبوا اعطيوه شريولهم واعطيوهم ياكلوا، خلي نعزوا مناعه صغارنا وياسر صحيين ونحنا حاقرينهم. كالجلجلان كل الزبيب كل الحاجات هذوكم الكل خذوا للصغار، ما تبخلوش عليهم وما تحقروهمش. به اخذت هدايا الحليب بودر. الحقيقه الحليب ماهوش متوفر وهذايا غالي مش رخيص معناتها، اما نستحقوا للكيك للحاجات هذوكم. خذيت الحقيقه خذيت ما استخسرتش فيه، هاكا نحطهم غرفتين مع كاس ماء الا ولا معناتها الكيكه طابت وتجي بنفس مطعم اللي بالحليب. يستعملوا زاده في الخبز يعطي هشاشه للمعجنات. الكيلو نتاعو ب35 دينار، انا خذيت ربع كيلو اللي هي نص رطل ب7000. نتصور تشدني. خذيت زاده الحمص، الحقيقه اللوبيا حطيتها تتنفخ، اما هذايا الحمص شوفوا الكونتيتي هذيا معناتها انت كي تاخذ رطل في الحمص ولا اللوبيا ديما معناتها قاعده خاطر ديما نجرب وديما نوزن نشوف قداش تعطيني. ديما رطل يعطيك كيلو منفخ معناتها كي تاخذ كي من هكا رطل يوليو لك كيلو منفخ. ومن بعد شنو نعمل لهم؟ شاركت معاكم قبل الروتين نطيبوا نطيبوا ونستحفظ به في الثلاجه هاكا. من بعد حتى كي نطيب به ما نستحقش وقت معناتها حتى في مرمز ولا حاجه ما ياخذش وقت في ساعتين، خاطر الحمص واللوبيا ياخذوا وقت في التحضير. فنرميهم في الكوكوط نطيبهم قبل. وخذيت عدس احمر وعدس هذايا اخضر. فزاد من العدس من الحاجات اللي نحب نولي ندخلهم في الماكله ان شاء الله، حتى نرميهم على المقرونه كي تبدا تتصمت هاكا تولي المقرونه ابن وصحيه اكثر. ما يلزم الحاجات هذوما نرجعوا لهم الحقيقه نتاع ربي. باهي هذا هما المشتريات بون ماهمش برشا اما يشدوا برشا وقت.
وينقصوا علينا من الشارج متاع قضية رمضان. فهذا من بريس الحاجات النسيسير. مازال الجبن المبشور ديك ان شاء الله نستنى فرصة في عزيزة ولا في اللي مجازان كان صار، سينو نرجع ناخذ من عندهم ولا من اي جروسيست هكا. فتوا شنو باش نعمل؟ باش نحط الحمص زادا يتنخخ، وباش شنو نعمل؟ نعبي الزيت بتاعي وهكا ونورمالمون. هذا هو معناتها هذا معمول مشتريات. خذيت معاهم كوش بابي سويتو وحاجات كيكا تناوش اخرين نورمالمون حطيتهم، خاطر كي نجي ونبدا مزروبه نبدا تك تك نحط كل حاجه في بلاصتها باش ما تكثرش عليا الهرجه في الكوجينه. هذوما الحاجات الكبار اللي حبيت نوريهم لكم، تاخذوهم وترتاحوا عليهم من رمضان. اي فرصه تلقاها خذ وخبي، على خاطر كما قلت لكم الشهر هذايا سورتو للناس الشهاره راهو ما عادش عندنا فرصه اخرى باش نقضيو رمضان، فنحاولوا من توا نقضيو قضيتنا. ما تبخلوش على رواحكم وما تسهاوش عليها الفزه هذه هي الشهريه اللي باش تقضي منها رمضان. تحب تقضي توا اقضي. يعني الحقيقه القضيات الاخرين ما حبيتش نقضيهم على خاطر نعرف روحي باش نستعملهم، خاطر مازال شهر كامل بريس من هنا ل 22. فاختيت الحاجات الكبار هذوما ديجا ما نمسهمش باينين معناتها. الحاجات الاخرين الصغار ان شاء الله اول ما يبدا رمضان ديجا ما يكيدوش خاطرهم صغار ديجا وماهمش برشا فلوس. كهو البنات هذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يا ربي تكون حصلت الافاده وما نحبكم برشا 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 من قلبي من داخل. بوسه كبيره ليكم، بسلامه.